في خبر حصري للكرة الأردنية. الاتحاد الأردني لكرة القدم يعلن إقالة المدرب حسين عموتة وتعيين جمال سلامي بدلا منه. خبر صادم الصراحة للمدرب، نجح واشتغل مع الاتحاد الأردني لكرة القدم ومع اللاعبين وأنشأ تشكيلة وتوليفة كلياتنا شدنا عليها في البطولة الآسيوية الأخيرة. على العموم، هناك أخبار تقول بأن عموتة استقال لأسباب شخصية وظروف شخصية، إلى الآن لا شيء واضح. خبر كالصاعقة أقسم بالله. حسين عموتة يغادر المنتخب الأردني اللي عمل كل إشي للمنتخب الأردني. شكرا حسين عموتة يا ابن المغرب. مين راح يعوضك؟ جمال سلام. مين هذا؟ جمال سلامة المغرب مغربي. هذا أخو حسين عموتة ولا نفسه لابس نظارات؟ أقسم بالله شبه بعض. هذا أخو حسين عموتة أهل المغرب ولا شو؟ هذا نفسه حسين عموتة. شو في؟ مش فاهم إيش أنا. رسميا الاتحاد الأردني لكرة القدم يقبل استقالة المدرب المغربي حسين عموتة لأسباب شخصية. للأمانة وقت قريت الخبر حزنت، لأنه المدرب حسين عموتة من أفضل المدربين في قارة آسيا بالوقت الحالي، وصنع من منتخب النشامة منتخب قوي ويقارع أفضل المنتخبات الآسيوية. وصل معاهم إلى نهائي البطولة الآسيوية وحصل على الوصافة، والآن تأهل إلى كأس آسيا 2027 مع المنتخب الأردني، ووصل معاهم إلى التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2026. للأمانة مدرب كان رائع وكبير، وخسارة للمنتخب الأردني، ولكن نتمنى له الأفضل في قادم المواعيد. وتم تعيين مواطنه جمال السلامي خلفا له. كل التوفيق له ولمنتخب النشامة، وإن شاء الله نتمنى لهم الأفضل جميعا. تحياتي لكم. عاجل ورسميا المنتخب الأردني يقيل الحسين بن عموتة بعد سنوات مميزة مع الأحمر الأردني، إذ كان وصيفا لآسيا وتأهل في مجموعة السعودية إلى التصفيات النهائية بالصدارة. شكرا الحسين بن عموتة. كأردني، هل أنت مع هذه الإقالة أم لا؟ ولا تنسى اللايك والفولو يا النش. إذا الإخوان حد هنا كل فيديو تاعنا تاع اليوم سهلة. تسناونا في عرض جديد بحول الله. حتى ذاك الوقت خليتكم في أمان الله وحفظه. السلام عليكم. ما تنساوش تساعدونا باللايك والشير بحول الله. تهلا.